امال يا جدعان هنروح السنة دي فين في العام؟ يا سلام لو نشوف لها سفرية. وماله محمود، نروح الساحل يومين يا عم، هي حارة العيب بنروح نركب الحمران ونلف بهم لفتان. سيبك منا هنا، الواد ده بيكسر المهداف، انت قلت اه. يا عم محمود السفر عايز كتمنص، واحنا نوك كتمنص يا جدع، احنا يا دوب هنروح نقعد على البحر ونقطع في الفسيختين الحلوين المشخشخين وتعشت على كده، وبعد كده بالليل نروح نشرب كوبايتين الشاي على القهوة. صح يا جدعان، احنا لسه ما جبناش الفسيخ، هنجيب من ايه؟ خلاص يبقى تعالوا نأمن على الفسيخ بقى يا جدعان من دلوقتي. ونأمن على طاولة عيش كده 100 رغيف ولا حاجة عشان يقضانا. خلاص تعالوا بينا ننزل نلف في السوق على بتاع فسيخ ونشوف ونشتوي. طب وعلى ايه ما تجيبوا سمك وانا ملحهولكوا يا جدعان ويبقى اوفر برضه. اجيب لك سمك ابو اشرف، انت ممكن تستخسر وتحط في الملح. لا يا حيلتي، هو انا املحهولكوا ببلاش؟ ما كل واحد هيقبضني. لا بابا لاش، انت اخر مرة ملحتنا الفسيخ كلنا بيتنا في المستشفى تاني يوم. طب يلا بينا ننزل نشوف حد بتاع فسيخ. بتاع فسيخ هناك اهو يا جدعان. السلام عليكم يا اخوة، بكام الفسيخ؟ وعليكم السلام، على حسب انت عايز كام حبايه في الكيلو. يعني حبيتين تلاتة في الكيلو كده معلم، بحيث ان السمكة تكون حشوهم كده بس تكون زبدة. ما تقلقش يا حبيبي، انا الفسيخ عندي كله مشخشخ. ماشي يا معلم، الله يبارك لك. طب يعني سعر الكيلو كام؟ يعني رينج كام كده؟ يعني هتاخدوا كام كيلو عشان اعرف اعمل معاكم الواجب؟ يعني بتاع 5 كيلو. عشان انت اول مرة تقول لي هحسبهولكوا 300 جنيه. الله يبارك لك يا معلم، خلاص هتلاقي الخمسة كيلو، خد ال 300 جنيه هم. 5 كيلو اللي ب300، ده الكيلو الواحد اللي ب300. لا فسيخ مطلب الدهب ولا بيتاكل لوحده ولا يكونش ماركة وانا ما اعرفش يا عم، انت فسيخك جايف. طب يلا تمشوا مني بقى اما اعملها معاكم.